الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار إعمال حقوق الجميع في الفرص والنتائج والمساواة في الكرامة، ينحسر قبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كعقد بين الحكومات والشعوب بسبب مباشر من جهة الحكومات إزاء عدم الوفاء بالالتزام في إعمال حقوق الجميع في الفرص والنتائج والمساواة في الكرامة، وعدم إنجاز قوانين المنسجمة مع مقاييس القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان يوم إنجازه هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتحتفل البشرية جمعاء تحت شعار سنوي إن ما تشهده الساحة السورية وبشكل خاص شمال شرق سوريا يدل على تدهور وضع حقوق الإنسان بسبب الإرهاب واستخدام أسلحة الدمار الشامل والفقر والأمراض المعدية والتدهور البيئي والعنف المدني والجريمة المنظمة والعدوان والاحتلال وارتكاب الجرائم الدولية المقترنة بالعدوان والاحتلال المتمثلة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعنف بدل السماح لطبيعة الإنسان وكرامته في العيش بأمن وسلام في ظل غياب الجهود الدولية إزاء كل ذلك، وإلى درجة بات يشكل فيها الغياب سببا خطيرا في مجال ما يتم ارتكابه من جرائم دولية بحق الشعوب، خاصة شعوب سوريا وبالدرجة الأخص شعوب شمال وشرق سوريا. هذه الشعوب التي لا تزال مهددة من قبل الدولة التركية باجتياح بريا لمناطقها بالتزامن مع القصف الجوي بطائرات الدرون والطائرات الحربية والقصف الصاروخي والمدفعي وارتكاب إبادات جماعية والقتل العمدي والاسترقاق وإبعاد السكان ونقلهم قسريا وفصل الأطفال جراء عمليات الخطف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه والإتجار بالنساء في إطار هجوم ضد المدنيين بنهج يتضمن الارتكاب المتكرر، وعملا بسياسة دولة تقضي بذلك وليس بالعكس، وتعزيزا لهذه السياسة التي وصلت بها الدولة التركية إلى حد الذروة، لأن ما ترتكبه بحق شعوب شمال وشرق سوريا هي جرائم دولية يأتي في تصنيفها على مرحلتين من الزمن. الأولى في احتلال جرابلس عام 2016 وعفرين 2018 وفي تل أبيض ورأس العين عام 2019. أما الثانية فهي اللاحقة على الأولى ومضاعفة ومتلازمة مع الإرهاب المتمثل في وجود كافة المجاميع الإرهابية المعروفة بأسمائها المختلفة على الأراضي السورية المحتلة من جهة الدولة التركية، أن أحوال المعيشة التي تسبب بها العدوان والاحتلال والقصف اليومي والشبه اليومي في عموم مناطق شمال وشرق سوريا أودت إلى هلاك السكان بشكل جزئي وباتجاه إهلاكهم بشكل كلي وبصورة تفيد بارتكاب إبادة جماعية متعمدة من جهة الدولة التي جعلت من شمال وشرق سوريا سجنا كبيرا بعد حربها الجوية على سكانها في جغرافيتها وبشكل مكثف اعتبارا من 19 تشرين الثاني ولتاريخه. وقد أدى كل هذا التصعيد إلى حرمان السكان من الطعام والدواء وتكريس الفقر وانتشار الأمراض والتدهور البيئي بسبب استخدام أسلحة الدمار الشامل وانعدام فرص الحياة. ولهذا وذاك ولأن مستقبل المنطقة لا يوحي إلا بتهديد الأمن والسلم الدوليين، خاصة مع بقاء تهديد تنظيم داعش الإرهابي نشطا ويهدد حياة سكان المنطقة والعالم، وحالة عدم الاستقرار المفروضة بسبب الهجمات والتهديدات المستمرة باجتياح المنطقة تهيئ الفرصة لعودة التنظيم بشكل نشط على أرض الواقع عسكريا. لذلك وعملا بما تنص عليه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة نناشد الأمين العام على السلطة التنفيذية في العالم وهو الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس دوره التنفيذي بدعوة مجلس الأمن لإصدار أوامر إلزامية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإثبات بالفعل على دور هذه السلطة التنفيذية، وإلا فإن العدوان سيستمر وكذلك الإرهاب والاحتلال بكل النتائج الكارثية، ولن يكون مصير الأمن والسلم الدوليين كمقصد من مقاصد الأمم المتحدة أفضل من ذلك الذي حصل بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. ولوجود انسداد في الحياة العامة في سوريا نؤكد على الأهمية القصوى للحل السياسي بما ينسجم مع مقتضى القرار الأممي 2254